حضرتك انت اتفرجت على فيلم 424 بتاع الاعمال تمام. احنا بس عرف الناس اللي عايز توصل ايه عشان ممكن شفته غيره ما شافوش. نقول له على فيلم بتاع يونس الشلبي. بتاع يونس الشلبي لما حضر طبعا الكلام ده. فاحنا طبعا كنا بنلعب الزمالك 88 ومعانا الكابتن مدحت طبعا برضه ما حكاش الحكايه دي، يعني هو حكايات كتير. فقال لنا جاب لنا واحد اسمه الشيخ صلاح. فقال لك النهارده لنا فندق كده معين في مصر الجديده. فقال لك بكره باذن الله مهزله. مهزله يعني ايه؟ خلاص الماتش خلص. لمين؟ لينا للمصري. اوكي. اسامي امهات اللعيبه والكلام ده وبتاع. ونزلنا المباراه. الشيخ صلاح فيه كان الملعب ده الماتش ده ما كانش مذاع. كان الحكم قادر عبد العظيم. 120,000 في الملعب. صحيح. اول مره اشوفه سنه 88. بدانا الماتش بقى. كابتن مدحت نزل قال لك الماتش تمام، شدوا حيلكم، اما ترفعوا ايديكم تبصوا في عين الشيخ صلاح. في حوالي 100,000 هنجيب الشيخ صلاح منين؟ الشيخ صلاح يرفع ايده والناس حضرتك تبص. الشيخ صلاح طبعا محدش شايفينه، اللعيبه واقفه لازم تأدي الطقوس بالظبط. فرفع ايده لانه مش شايف اللعيبه. يا كابتن مدحت الشيخ صلاح فين؟ بس يلعب وبتاع. طبعا احنا اول ربع ساعه احنا ما طلعناش من نص الملعب. طبعا طارق سليمان شاط واحده. عينكم على الشيخ صلاح. طارق سليمان شاط واحده من نص الملعب في ايمن طاهر. 1-0 للمصري. بركاتك يا شيخ صلاح. فقوس يقول لي الشيخ صلاح قاعد في مكانه. انا بص بطرف عيني كده مش شايف حد. اقول ايوه في مكانه. المهم خلصنا الشوط الاولاني احنا متقطعين. الشوط الثاني مش عارفين نطلع بال 18. الكره بتمشي من جنب العارضه. اسماعيل يوسف ضغط على علي السعيد، عمل كوره للكابتن طارق يحيى المدربين، رفعها للكابتن جمال عبد الحميد في الدقيقه 39. اوكي. 1-1. فقوس قال لي الشيخ صلاح في مكانه. اقول له في مكانه. طبعا ما كانش في وقت ضايع، انت عارف ايام كنا 16 لعيب في الثمانينات، مفيش 18. مفيش. لا في الدقيقه الاخيره نفس الكوره كان الجون الثاني. طلعنا الاتوبيس، الجمهور كسر على الاتوبيس. فين ده؟ في القاهره. قام فقوس واقف. قال لهم انتوا لو ما عملتوش حاجه هو ماله؟ هو متفق مع العفاريت على 45 دقيقه. ماله مال الوقت الضايع؟ كابتن مدحت ليه نوادر يا كابتن. او مره تقريبا مره اتطرد وانت قعدت مكانه وحاجه زي كده. حضرتك ده هو انت اتطردت الحكم نشأت توفيق. بنلعب الترسانه. فكابتن مدحت قام زعق له، قال لفظ يعني. كان المرحوم مسعد نور جنبي. فالراجل اللي جاي جاري، الراجل كمان الحكم عارف ان ده صوت مدحت فقوسه. وانا كان فاضل لي يوم، كنت موقوف 6 شهور وارجع تاني يوم. اما الحكم جاي جاري قال لي ليه يا كابتن ميمي ليه تشتمه؟ الراجل ماشي كويس. ده فقوس. وانا قاعد جنبه. الراجل قال لي اتفضل بره. قمت اخد 3 شهور تاني. بعد في ثانيه. في ثانيه. لا طبعا تحياتنا ليك كابتن مدحت، لو كنت بتتفرج علينا طبعا من اجمل الشخصيات. شخصيه جميله وما شاء الله. ربنا يديله الصحه يا رب. قوي. وبعدين بعد ما اخذ بطوله العالم عسكريا انا بساله بقول له هتدرب مين بعد كده؟ قال لي انا بعد ما اخذت بطوله عالم ادرب. ده هو طلب من المحافظ حاجه. قال له حط لي مكان ديليسيبس. لا والله. في بورسعيد. عشان تبقى الناس شايفه ان انا جبت كاس العالم. يبقى بدل ديليسيبس ديليوس. فقوسه بقى.